المنتخب السعودي يواصل حصد النقاط في تصفيات كأس العالم. حقق المنتخب السعودي فوزا هاما على حساب نظيره طاجكستان بهدف دون رد ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبهذه النتيجة وصل الأخضر إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة ب9 نقاط، بينما تجمد رصيد طاجكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثالث. وفي الدقيقة العاشرة جاء التهديد الأول للمنتخب السعودي، وكان بأقدام سالم الدوسري الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع قبل أن يتدخل الحارس في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركنية. وكان التهديد الأول لصالح طاجكستان بأقدام يشر درزهلوف بعد عرضية من الجانب الأيمن، ولكن العويس تصدى للكرة بثبات وحولها إلى ركنية. وفي الدقيقة 12 سقط صالح الشهري داخل منطقة جزاء طاجكستان وسط مطالبات لاعبي الأخضر باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب. وأسفر هجوم المنتخب السعودي عن هدف أول في الدقيقة 23 بمجهود فردي من سالم الدوسري الذي راوغ الدفاع ثم سدد تسديدة مميزة من مشارف منطقة الجزاء وسكنت الشباك. مبروك لمنتخبنا السعودي وحظا أوفر لطاجكستان.